مش قصة دوري ولا كاس، ده تاريخ، اسم عاش في قلوب الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. الأهلي وإنبي. الأهلي قدر يفوز بعد غياب طويل عن بطولة الدوري العام على إنبي بهدفين دون رد. الأهلي راجع من بطولة أفريقيا، رفض الكوتش كولر الانصياع لآراء المحللين النقاد والكثير من اللاعبين القدامى بإراحة بعض اللاعبين، ولعب قدام إنبي بالقوة الضربة. والتشكيل جه كالآتي: في حراسة المرمى علي لطفي، من الشمال لليمين علي معلول. قدر يرجع النهارده محمود متولي، ياسر ابراهيم في اليمين، محمد هاني. القوة الضربة في وسط الملعب لعب بحمدي فتحي، لعب بديانج، قدامهم مروان عطية، لعب بمحمد شريف قلب هجوم، لعب بيرستاو، وتغيير لعب باحمد عبد القادر. الاهلي عمل مباراه جامده جدا، والكوتش كولر مرضيش يريح اي لاعب في المباراه، وقال لك انا لو عملت كده الفرق اللي قدامي هتحس ان انا متهاون. في الدقيقه 21 قدر محمد شريف من عرضيه لعلي معلول واسيست في منطقه الجزاء، محمد شريف يلف 180 درجه يحطها غلطه من حارس المرمى. الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 21. الاهلي سيطر على المباراه سيطره تامه، سيطر على كل المحاور في المباراه، سيطر على كل الملعب، زياده عن 800 تمريره، 711 تمريره صحيحه بنسبه تتخطى 90%. الاهلي عالمي. رفض كولر إراحة أي من اللاعبين الأساسيين، رفض إراحة علي معلول، رفض إراحة محمد هاني، ريح محمد عبد المنعم، بدأ بعلي لطفي عشان إصابة الشناوي، اتصاب علي لطفي في المباراة ونزل الناشئ ابن النجم الكبير أحمد شوبير، مصطفى شوبير. الأهلي عمل مباراة جميلة جدا جدا. الأهلي سيطر على كل المحاور في الملعب، سيطر على منتصف الملعب سيطرة تامة، خلى انبي فرقة عشوائية، خلاها كأنها فرقة مش موجودة. النهاردة تدريبات استشفائية للاعبين استعدادا للمباراة القادمة. أخبار نادي الزمالك. أزمات كتير بيواجهها نادي الزمالك. اجتماع مجلس الإدارة وبيدرس رحيل أسوريو. انت جبته في ايه وماشي في ايه؟ اداء سيء، لعيبه سيئه، خطه سيئه، مدرب سي في كبير، اكيد درسته قبل ما تجيبه. احنا مش في مدرسه هواه كل يوم هنجيب مدرب. مشيت فريرا مرتين، قعدت تدرس هتجيب مين لغايه اما جبت اوسوريو، قلت مدرب عالمي. جاي في ايه وماشي في ايه؟ ازمات كتيره في نادي الزمالك. اخطر مجلس الاداره وزاره الشباب انه نفذ قرار عزل مرتضى منصور. اللي بيحصل في الزمالك ده توابع الاداره السابقه. فشل الاداره السابقه وسيطره رجل واحد على زمام الامور هي اللي عملت كده في الزمالك. الزمالك بيدرس يجيب حسام حسن، بيدرس يجيب موسيماني، بيدرس يجيب ميدو. ميدو رفض رحيل اوسوريو تماما، قال لك لازم يكمل الموسم. ازمات كتيره بيواجهها نادي الزمالك، انا شايف ان هي صعبه تتحل في الموسم الحالي. يجب اجراء انتخابات ورئيس جديد وتفوير للفرقه. وسوري احنا قلنا قبل كده مش عاجبه لاعبين كتير في الفرقه. طلب رحيل نضاي، سامسونج اللي مش عارف جاي منين، سامسون اكينيولا، عمرو السيسي، احتماليه رحيل رؤى، عمر جابر، وعبد الله جمعه. الفرقه الاجانب فيها المصريين احسن منها بكتير جدا. الاجانب مش محصله لاعبين درجه تانية باستثناء الجزيري ويعني المسلوسي على فترات.
عايز مهاجم وعاوز وعاوز وعاوز. طب انت قاعد ولا ماشي؟ محدش عارف. 90% اوسوريو هيرحل. اداء سيء جدا جدا وخطه سيئه، وانا مش شايف ان هو عارف يقرا المباراه. السي في بتاعه قوي جدا، بس انا مش شايف ان هو عارف يقرا المباراه. قدر يفوز بيراميدز على حرس الحدود 1-0. كارثه جديده من كوارث الاسماعيلي، خساره قصاد النجوم ديربي الاسماعيليه 2-0 في كاس مصر، ويطيح بالاسماعيلي تحت قياده احمد عيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك قدر يخرج حمزه الجمل من بطوله الكاس، ومجلس الاسماعيلي بيدرس اقاله حمزه الجمل. حمزه الجمل ده اللي انتشلك من الهبوط السنه اللي فاتت، انت مش جايب له فرقه قويه. انتشلك من الهبوط السنه اللي فاتت، انتشلك من الهبوط السنه دي. الفرقه فرقه عاديه جدا، كويس ان هي هتقعد في الدوري السنه دي. كل سنه بنقول نفس الكلام على نادي الاسماعيلي. انتر قدر يفوز بكاس ايطاليا على فيرونتينا 2-1. ريال مدريد بعد اراحه فينيسيوس قدر يكسب ريو فاليكانو 2-1 برضه. برايتون تعادل مع السيتي، ويعود منذ زمن او لاول مره في التاريخ لاوروبا. السيتي مريح كتير من اللعيبه، حسم الدوري. وعدتكم الحلقه اللي فاتت ان احنا هنجيب اخبار عن اللاعب بغدوده، لاعب المصارعه الرومانيه. اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعه الرومانيه في لقاء تلفزيوني قال لك اللاعب مش مهم، احنا عندنا لعيبه كتير وما كناش بنجهزه للاولمبياد. لعيب حائز على فضيه بطوله افريقيا ما بتجهزوش للاولمبياد. لعيب بتديله 4000 جنيه في الشهر ما بياخدهمش عامل. انا راجل قهوجي وعندي قهوه، بديهم للعامل اللي عنده 19 سنه عندي. بتديهم للاعب مصارعه رومانيه محتاج جيم، نظام غذائي، محتاج حاجات كتير جدا. ابوه سواق توك توك، ابوه طلع قال انا سواق توك توك، كل الاحترام لسواقين التوك توك. بتديله 4000 جنيه وبتقول اللعيب هرب، وبتقول انا مش عايزه. ما لازم يهرب. مكافأة فضية بطولة افريقيا 12000 جنيه، بتخصم منهم سلفة، بتقول هو واخدها 10000 جنيه، بتديله 2000 جنيه. ما هو انا مش فاهم، لعيب خدته بطولة افريقيا وقدر يجيب لك الميدالية الفضية وتقول انا ما بجهزوش للاولمبياد. في لعيبة كتيرة هربت عشان تلعب باسم امريكا. يا راجل حافظ على لعيبتك. دي سلسلة الاخفاقات في الالعاب الفردية اللي احنا بنقابلها من زمن. لعيب بتديله 4000 جنيه، هيعمل بيهم ايه؟ ايا كان بيستلف جزمه يلعب بيها، ابوه مش لاقي ياكل. ده لعيب ادام خد فضيه بطوله افريقيا يبقى لعيب مجتهد ولعيب جامد، ما كنتش هتاخده. ده لعيب يتجهز للاولمبياد. النهارده برعايه الرئيس السيسي اعلنت الاكاديميه الوطنيه دعوه بغدوده للتدريب والتاهيل فيها، بدعوه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان لاعب ملوش لازمه، ولا لازم يكون لاعب ابن كوتش كبير، ولا لازم يكون ليه ظهر؟ هي الالعاب الفرديه كده، مفيش لعيب بيدافع عن لعيب. لازم يبقى ابنه نجم كبير في المجال او في الوسط عشان اوديه اولمبياد. مش لازم يكون لاعب مجتهد شاطر على باب الله، كلنا على باب الله. الاكاديميه الوطنيه اعلنت دعوه احمد بغدوده للعوده والتدريب في الاكاديميه والتاهيل. اتمنى ان هو يرجع، لان ده لعيب جامد وهيلعب باسم مصر.
نجح الاهلي النهارده بقياده الكوتش اوجوستي بوش بالوصول للنهائي في الدوري الافريقي بعد ما هزم استاد مالي. الاهلي تحت قياده الكوتش اوجوستي بوش عامل عظمه، رايح من بطوله الدوري يكسب استاد مالي في مباراه جامده جدا، تقريبا فرق باسكت او باسكتين، ويقدر يوصل للمباراه النهائيه. البطوله دي جامده جدا يا جماعه. والاهلي الكوتش بتاعه بيعرف يقرا المباراه. ممكن تكون اللعيبه اللي عنده اقل مستوى شويه من لعيبه فرق كتير حتى في الاتحاد السكندري، بس بقرايته للمباراه والتكتيك بتاعه بيقدر يكسب المباريات. كوتش شاطر. اتمنى من الله ان الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. استنوا مني كل جديد. اخوكم ميدو، السلام عليكم.